بناء على طلب الضيوف، أكلة خليجية مع أكلة مصرية. عايزة أقول لكم النهاردة حكموا عليا إن أنا أطبخ لهم أكلتين حلوين كده. بصوا بقى يا حبايبي، هذه حلة كده فيها قطعة سمنة وشوية زيت، وأي فراخ عندك حطيها زي ما انت شايفة كده تتشوح. كان هنا في الحلة بتاعتي 3 وراك كده، هديهم تشميعة زي ما انتوا شايفين عشان نعمل بقى أحلى كبسة. خلاص، يلا بينا بقى. والناحية التانية كده عليها بقية الفراخ اللي معايا بسلقها. خلاص، الفراخ بتاعتي كده خدت تشميعة حلوة، اروح شايلاها كده بقى. ماشيين مع بعض اهو خطوة خطوة. وده كده يا جماعة كل ما يزوروني وابقى تعبانة انا اللي اقوم اعمل لهم الاكل. وده اخواتي، عندي بنتين اخوات ربنا يبارك لي فيهم، كل واحدة طالبة اكل شكل. نزلت بقى كده ببصلاية مكعبات زي ما انتوا شايفين، جايين يزوروني وانا اللي بقوم اعمل الاكل. خلاص شوحت كده بمناسبة ان انا شيف يعني. بصوا بقى يا حبايبي، هنزل بقى بعبارة عن ايه: واحدة ليمونة مجففة، عودين قرفة، حبهان لورا، قرن فلفل حراق. كده نطعم بقى الكبسة بتاعتنا. بهارات بقى، بهارات كبسة، على معلقة كركم، على ملح، على فلفل اسود، على معلقة كزبرة صغيرة زي ما انتوا شايفين، وسن الكاري كمان صغيرة. وشوحي التوابل بتاعتك زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. واعذروني على الصوت لان فعلا تعبانة شوية. ومعلقة معجون من الصلصة كده شوحي بيها كده الايه البصليه بتاعتك مع التوابل. وانزلي بقى بالفراخ دي طعميها وقلبيها كده كويس في قلب التتبيله. وفعلا يا جماعه اللي بيعملوه معايا ده هو الصح. لما بقف اشتغل بنسى كل التعب. ونزلت بقى بالميه السخنه بتاعتنا واسيب الفراخ دي كده لغايه ما تستوي. وصينيه كده دهناها معلقه سمنه، وابدا انشل الفراخ بتاعتي بالشكل ده كده. وانزل بقى بالرز البسمتي، كان معايا حوالي عن ربع كيلو، منقوع بقاله ساعه. ورحت بقى سقطاه، والفراخ المسلوقه كمان. ورحت جايبه بقى السمنه كده اللي ايه اللي ساحت من سخونيه الفراخ، المع بيها وش الفراخ زي ما انتم شايفين بالشكل ده. واحطها بقى في الفرن. ومعايا كيس ملوخيه كده جاهزه، حطيته على ايه على الشوربه كده، وايه وافككه بمضرب سلك زي ما انتم شايفين. وكده الريم بدأ يطلع، وابدا اشيله زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. خلاص بس كده افكك كل حاجه في الملوخيه. يلا بينا بقى نشيل الريم، والفراخ طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين. تعالوا بينا بقى نعمل لها احلى طشه. هجيب بقى كده انا حاجه بعد ما اشيل الريم زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. هجيب بقى حاجه فيها معلقه زبده، واروح جايبه فيها شويه زيت كمان، ومعلقه توم مهروسه. وانزل عليهم بعد ما تفكك التوم بتاعي كده مع الزبده. انزل عليهم بمعلقه كزبره كده كبيره زي ما انتم شايفين، والملوخيه على العين التانية. واروح بقى ايه طشه بقى الملوخيه بتاعتنا دي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وانا قلت لكم ان انا عملت شويه رز بالشعريه. وكده بقى ايه الكبسه بتاعتي كمان استوت. ويلا بينا بقى نغرف. شايفين انتوا بقى الكبسة بتاعتي؟ تعالوا بصوا 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 جمال الكبسة. شايفين مفلفلة ازاي وروعة. يلا بينا بقى نسوي الطبق ده بتاعنا. عملنا طبق كده بورق الألمونيا، طبعا نقدمه لهم بشكل حلو زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. شيل بس ايه اي توابل كده، اي توابل صحيحة، والحبهان كمان بالاخص اشيله. وكده ببقى عدى عدد الحبهان واشيله. خلاص ايه، شلت بقى التوابل بتاعتي. عندك بقى شويه مكسرات حمصيهم وحطيهم. انا كده كان عندي حبه حاجه خضراء، رحت مزوقاهم بيهم شويه كزبره خضراء. وكده الطبق بتاعي يعتبر ايه خلص كده يا جماعه. يلا بينا بقى على ايه، على الرز والملوخيه. غرفت بقى طبق رز كده، وقالت لي بقى حطي لي شويه الملوخيه وقطعي لي الفراخ وادهم لي زي ماما الله يرحمها. قلت لها ماشي يا حبيبتي، ورحت عامله لها طبقها. وكده بقى اتفضلوا معانا. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش بلايك ومتابعه. بس انا حبيت ادوق قدامكم قبل ما اقدم لهم الطبق بتاعتهم. واشوفكم على خير. ولو عجبتكم وصفات تيتا ما تنسونيش بلايك ومتابعه، ودعوه من القلب لتيتا عشان اقدر اقوم اعمل لكم الفيديوهات. واشوفكم على خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.